كل مسكنة. سنة وانتم يلا حبيب طيبين. قضية يا رب بشكل يعود درامي علينا الأيام كان وعليكم وراء بألف الموضوع. خير. بصوا بقى دي، مسلسل بصوا لك بصوا مشروعة. بصوا الجمال. شفنا بصوا عمرو الجمال. وبسينة، ياسر جلال ومي عمر، شفناهم في فكرة الزواج الثاني السري أو العلني، الزواج الثاني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل سنة وانتم طيبين يا حلوين. بصوا هنشوف القمر ده احنا عملناه ازاي. بصوا أول حاجة حطيناها على الميزان 750 جرام زبدة، والزبدة تكون بحرارة المطبخ. كده حطينا 750، صفرنا الميزان، حطينا الطبق، وبعد كده هنحط 250 سكر بودر. كده معانا 3 بيضات. نضرب السكر والسمنة لحد ما يبقوا معانا كريم. تضربيهم بقى ضرب مبرح. قعدت الأنسة بوسي مسكته ضربته زي ما انتوا شايفين كده. بحب افرح العيال بالكحك والبسكوت، احنا بنعمله عشان خاطرهم، عشان يفرحوا بعمايل الكحك وعمايل البسكوت. ودي بتبقى فرحة. وكل سنة وانتم طيبين. الفيديو نازل لكم متأخر عشان كان عندي مشكلة في النت. زي ما شفتوا القوام بقى كريمي بالشكل ده. ضفنا صفار بتاع بيضتين 2 وبيضة كاملة. لو انت بتحبيه في سنة قرمشة حطي ال3 بيضات كاملين. المقادير بتاعتنا كده. بصوا القوام بقى كريمي. حطينا بيضة بيضة ضفناها بالتدريج. حطينا بقى كيلو دقيق. لازم الكيلو الدقيق ده تحجزي منه تقريبا تلت كوباية نص كوباية، عشان تشوفي الدنيا هتعمل معاكي ايه. لان الدقيق بتاعنا ده بيختلف عن الدقيق ده. وتشوفي قوام العجينة معاكي وتبدأي تضيفيه بالتدريج. ممكن تحتاجيه وممكن ما تحتاجيهوش. كده عشان ما تتوهوش مني. مقادير الكيلو: 750 جرام زبدة، و250 جرام سكر بودر، وكيلو دقيق، معاهم 3 بيضات. عايزاه ناعم جدا حطي بيضة كاملة وصفار بيضتين. عايزاه في سنة قرمشة حطي ال3 بيضات كاملين. كده خلاص. بصوا القوام بتاع العجينة معانا بقى جميل. وبدأنا نحطه في الكيس الحلواني ونبدأ نشكل. ينزل معاكي بكل سهولة زي ما انت كده شايفة يا حضراتكم. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب تكونوا دايما متجمعين. فرحي ولادي وفرحي احفادك. انا بحب افرح احفادي. ودي بنتي ربنا يديها الصحة جت قالت لي اما انا اعمله معاكي. قلت لها ماشي. جبت بقى العيال كل عيل لازم يخش ويحط بصمته. زي ما انتوا كنتوا شايفين يا حبايبي. حطينا في اول حاجة ده المقدار بتاعنا ده اللي هو بالفانيليا. يلا على الفرن ونقطع عشان نكمل الباقي. نفس المقدار التاني: 750 جرام سمنة، 250 جرام سكر بودر، والقوام بقى كريمي بالشكل ده. ده المقدار دوت نفس المقدار هو التاني كيلو، وده برضو كيلو. بس ده هنعمله بالشوكولاتة، والتاني عاملينه فانيليا. نزل بقى الكيلو برضو تدريجي. وسايبتهم بقى هما يقطعوا. قلت لهم تعالوا انا بقى اعجن معاكم. اعجن المقدار التاني. عجنا المقدار التاني هو نفس المقدار. مفيش اي حاجة مختلفة عنه. بس هو الاضافة اللي هنشوفها دلوقتي احنا هنضيف له ايه. تبدأي برضو تبدأي برضو تنزلي الدقيق معاكي تدريجي، وتحجزي شوية دقيق معاكي عشان تشوفي قوام العجينة. بصي الايد اللي انت بتعجني بيها والايد اللي هي ملزقة، اللي انت بتعجني بيها ملزقة. الايد التانية ما فيهاش حاجة، تلاقي العجينة معاكي خرجت بكل سهولة. كده اخدنا العجينة قسمناها نصين، وحطيت عليها مع 3 معالق كاكاو. كاكاو ده دارك يا حبايبي ما فيهوش سكر. وطبعا لازم عشان تحطي الكاكاو العجينة معاكي بتمسك شوية. حطي بقى معلقتين 2 زبدة عشان تعرفي تلفيها معاكي وتنزل بكل سهولة. حطيت معلقتين كاكاو لقيت فيه تكتلات، رحت ماسكاه مصفياه. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. مسكت الاستاذ ادم اعمل يا تيتا، قلت له ماشي. لازم يحطوا ايديهم ويحطوا التاتش بتاعهم عشان تفرحوا ولادكم وتدخلوا على قلبهم السرور والفرحة ان انت بتعملي الكحك. بص الاستاذ حمودي
احلى بتفور ده ولا ايه يا استاذ احمد؟ بصوا الله على الجمال. الابله توته، احمد وبوسي وتوته وادم. يلا على الفرن. بصوا اول صينيه طلعت معانا. لا دي مش الصينيه اللي استوت، لا. استنوا دلوقتي هوريكم اللي استوى. كده بنقطع بقى ايه. شغلنا البوتاجاز، وشغلت البوتاجاز كمان بتاع الحاجة ربنا يديها الصحة. وبقينا نسوي هنا وهنا عشان نعرف نطلع المقدارين الاتنين مع بعض. بصوا بينزل معاكي بكل سهولة، ما بياخدش معاكي اي حاجة. احلى بتفور هتاكليه. اتبعي الخطوات ديت وانت تعرفي تتعاملي معاه وتاكلي احلى بتفور. كده الفرن ما بياخدش معاكي اكتر من 13 دقيقة، ربع ساعة بالكتير قوي. طالع بالشكل ده زي ما انتوا شايفين تسويته. وهنا بنقطع اللي هو بالشوكولاتة. الله على الجمال. طبعا انا في ناس بتحب شوكولاتة وناس لا. انا مش بيحبني الشوكولاتة بصراحة. قسمت عملت عيار كامل فانيليا، والعيار التاني عملت نصه فانيليا ونصه شوكولاتة، علشان الشوكولاتة مش كتير قوي عندي بيحبوا. بصوا زي ما انتوا شايفين بينزل بسهولة. طبعا الأبلة توتة قالت يلا لازم نوريكم الفشل الذريع. نسيت البوتاجاز والع. بصوا نسيت الصاج في الفرن، الله أكبر. نص طار ما شاء الله يعني. يلا لازم يحصل أي خسائر. الأبلة توتة بتعبي في الطبق. قلت لها عبي يا توتة بسرعة في الطبق. بصوا ده تسويته طالعة جميلة ازاي. لازم يحصل أي دروبات. ويلا خلصنا. يلا بقى نلزقه بسرعة ووريكم لزقنا الجمال ده ازاي. شوية فرماسيه اسود على حبة جوز الهند، وشوية فرماسيه ملون، وحبة سوداني على بندق على عين جمل. ودي مربة فراولة. جبت مربة فراولة عملتها في البيت. بصوا الله على الجمال. ودي علبة عملتها لبنتي. ده الكحك اللي احنا عملناه. نرش بقى الكحك ونظبط العلب بتاعتنا. بدأت بقى ايه. بصوا العلبة دي بدأت اعمل من علبة لبنتي وعلبة لبنتي علبة لابني. وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب دايما في الفرح متجمعين. ربنا ما يحرمكم من اللمة والتجمع في ايام العيد دي بالذات. ايام جميلة. يا رب يعودها علينا وعليكم بألف خير. بصوا الجمال. دي الشوكولاتة اللي احنا عملناها مع بعض ورفعتها فيديو برضه. بصوا جمال العلبة عاملة ازاي. عملت لكل واحد علبة. وكل سنة وانتم طيبين. دي بقى مجموعة الحلويات بتاعتنا كلها. الكحك والبسكوت والبوتيفور علب ولادي، والطبق بتاعنا. كل سنة وانتم طيبين.